ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا اقول لكم بقى كواليتي تارجت عملت لنا بقى براونيز، خليط بودرة كده من براونيز. بجد تعالوا بصوا المقادير اللي موجودة في الظهر دي اللي هنمشي عليها خطوة خطوة. قلت بقى اجرب معاكم، جربت معاكم بقى الكيك. هنا دلوقتي قلت اجرب بقى معاكم البراونيز ونشوف بقى هي حلوة ولا لا. هنا دلوقتي هنزل بثلاث بيضات، نزلت بقى بالنص كيلو، وهنزل بثلاث بيضات، وهنزل بحوالي نص كوباية كده من الزيت، هنزل عليهم بنص كوباية كده من المية، وهنضرب كده بالمضرب الكهرباء، نضرب لحد ما كله يندمج مع بعضه زي ما انتم شايفين كده. قلت بقى اجرب معاكم بقى نشوف كواليتي تارجت بتعمل حاجات كتير حلوة جدا، فقلت بقى تعالوا نجرب برضو البراونيز. عبارة عن كيك البراونيز، خليط بودرة كده، واحنا بننزل ببقية المقادير عندنا في البيت وموجودة. نضرب كده حوالي ربع ساعة زي ما انتم شايفين. وهنا دلوقتي معايا بقى صينية 30 في 40، حطيت دلوقتي ورق زبدة زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بقى بالخليط ده. بعد لما انزل بيه بقى هبتدي افرد على الصينية على مقاس الصينية بالظبط، هفرد كده لحد ما فردت، وهخبطها خبطتين وادخلها بقى الفرن. خدت مني حوالي ربع ساعة بالظبط، ولقيتها كانت جاهزة معايا. وطبعا اختبرتها، لازم اعملها بخلة الشيش طاووق واجرب كده استوت ولا لا. بصوا طالعة جميلة جدا، ومسافة ما قطعتها طعمها كان جميل جدا وريحتها بجد. وبصوا جميلة وطعمها بجد كان تحفة. تستاهل انك تجربيها فعلا وتجيبي كواليتي تارجت براونيز كده، بقت مضمونة 100%. جربت معاكم اهو كذا حاجة. وهنا دلوقتي نحط بقى بولة ايس كريم وصوص بقى فستق كده، وبألف هنا على قلبك زي بقى الكافيهات بيعملوا كده بالظبط. تعالوا بقى ندوق واقول لكم بقى رأيي. بجد دقتها جميلة جدا وتستاهل انك تجربيها، وشركة كواليتي تارجت حاجاتها بجد ممتازة. وعن تجربة انا جبت حاجات كتير قوي من عندهم، ولسه ان شاء الله هجرب معاكم وصفات تانية من كواليتي تارجت.